السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هندمس الفول في البيت بطريقة سهلة وبدون اي اضافات. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. اول حاجة هنبتدي بيها تجهيز البولة، ونزلت فيها معايا كيلو من الفول البلدي. اهم حاجة نوع الفول اللي انتوا هتدمسوه يكون بلدي. الحباية بتاعته بتكون كبيرة، وكمان بتقولوا للعطار انه للتدميس. بنقي الفول كويس وبشيل منه اي فولة بايظة او اي حصواية لحد ما يبقى معايا نضيف بالشكل ده. نزلت عليه بمية وغسلته كويس لحد ما نزل كل الرواسب اللي فيه. صفيت المية ونزلت عليه بمية تانية، ودي كده بقى المية اللي انا هنقع فيها الفول. ده كده بقى شكل الفول بتاعي تاني يوم، انا نقعته من بالليل وده كده شكله تاني يوم. الحباية حجمها اتضاعف بالشكل ده، وكنت بقلب المية وبحط مية نظيفة. كيلو الفول بياخد معايا نص كيلو من الفول المدشوش وكوباية من العدس. بدأت كده أجهز الدماسة بتاعتي، ممكن تعملوه في حلة هيديكوا نفس النتيجة. حطيت في بولة مية مغلية ونزلت فيها بمعلقة كبيرة من البابريكا ونص معلقة من الكركم، وهقلبهم مع بعض كويس. ودي كده بقى المية اللي أنا هحطها للفول أثناء التسوية. عايزة نقولك المية كل ما بتقل أثناء التسوية انت بتزودي مية سخنة، بلاش مية باردة أو من الحنفية، علشان يعني الفول ما ياخدش معاكي وقت أثناء التسوية. هقلب بقى كده المية اللي أنا حطيتها على الفول، وهنزل عليه كمان بليمونة أو ليمونتين يكون حجمهم كبير علشان الفول بتاعي ما يسودش. وكمان الفول المدشوش بيتقل المية بتاعة الفول، غير اللي انت بتشتريه من بره من المحلات، والعدس بيزود القيمة الغذائية. حطيته على البوتاجاز، اول ما غلى هديت عليه النار وسبته بقى كده لحد ما استوى. وده كده ما شاء الله اللهم بارك شكل الفول بتاعي. بصوا شايفين ما شاء الله، هو لا احمر ولا اصفر ولا لون ولا اي حاجه، بس اهم حاجه ان اللون بتاع الفول يكون فاتح معاكي. وعايزه نقولك هو مستوي وزي الزبده تماما. وكمان الحبايه زي ما انتم شايفين كده، طالع الحبايه بتاعتي بحبايتها. والميه ما شاء الله اللهم بارك، الفول المدشوش متقلها غير الميه اللي احنا بنشتري بيها كيس الفول من بره في المطاعم. جبت بقى كده اكياس وبدأت كده افضي الفول بتاعي. عايزه نقولك في ناس بتحط اضافات، في ناس بتحط جزر او طماطم او توم. انا قبل كده عملته، هو غير طعم الفول، هو ممكن يزود القيمه الغذائيه للفول، بس الاضافات دي يعني بتغير طعم الفول تماما. ده كده بقى الطريقة اللي أنا إن شاء الله هاعتمدها دايما في تدميس الفول. ما شاء الله اللهم بارك، الفول طالع معايا كمان الكيلو عامل معايا كمية حلوة قوي، تقريبا عمل معايا 15 كيس. الحجم بتاعهم كبير يعني، غير الشويات اللي انت بتشتريهم من بره في المطاعم. وكمان حاجة البيت انت عاملاها بإيديكي وعارفة انت عاملاها ازاي. ادي كده الفول المدمس بتاعي من غير بقى اي اضافات واي اختراعات، لان الواحد بيشوف فيديوهات كتير، يعني كل واحد بقى وطريقته، لكن دي الطريقة اللي أنا هعتمدها. يلا بقى كده لايك واشتراك ودعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.